لكن هتهبد فانا هطلع اهبط في وشك طول الشهر الكريم. انا بقول لك اهو. اتكلم بأدب يا ولد. اتكلم بأدب يا ولد. ده انا بابن بيه، ما تنساش نفسك يا ولد. الحشاشين لكريم عبد العزيز، دي دردشه كده قبل عرض المسلسل في رمضان. هتكلم فيها عن حاجات خاصه بالمسلسل وحاجات تانية خاصه بفرقه الحشاشين بقياده حسن الصباح. أنا عايز الرعب يملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. ومن الاول كده فخلينا نرتب امورنا واسئلتنا عن المسلسل. مين ابطاله، تاليف مين، اخراج مين، والمفروض توقعاتنا للمسلسل ده تكون ايه. مبدئيا كده فمسلسل الحشاشين هو اكتر مسلسل انا منتظره بشكل شخصي عشان اشوفه في رمضان، وده مش علشان قوه كريم عبد العزيز واللي حط نفسه بقاله كام سنه في حته لوحده تماما عن كل اللي معاه، ولكن علشان قصه الحشاشين نفسها وزعيمها حسن الصباح. وقد ايه القصه نفسها بكل ما اتقال عنها سواء حقيقه او افتراء هي قصة من أمتع ما يكون دراميا، قصة مثيرة جدا لأي مبدع، بمعنى أي مبدع. مثيرة الكاتب عشان يكتب عمل ممتع مستوحى أو بيحكي عن الطائفة دي، مثيرة المخرج، ومش بس مثيرة، ده أي مخرج يتمنى يكون قدامه الفرصة لإخراج عمل بيحكي عن قصة ناس زي الحشاشين، لأنه هيبقى متأكد إن الموضوع هيبقى تقيل كتابيا وهيبقى مليان ودسم، وده مع أي مخرج شاطر هيحول لك المكتوب ده العمل تفضل فاكره لسنين جاية قدام. مثيرة كمان للممثل عشان دي فرصة ممكن يقدم من خلالها عمل هو عارف من قبل ما يبدأ فيه انه عمل ضخم، وفرصته فعلا علشان ينجح نجاح ساحق جات لحد قدامه على طبق من ذهب عشان يقدم لنا عمل فعلا نقف قدامه ونحطه في حتة تانية فعلا، مش بس عن باقي الأعمال اللي هتظهر معاه في نفس وقت ظهوره، ولكن عمل يتحط في حتة تانية في تاريخ الصناعة نفسها. وكل ده مش علشان الممثل شاطر ولا المخرج عبقري ولا الكاتب ما جبتوش ولادة، لا، كل ده بسبب ان الممثل والمخرج والكاتب وكل صناع العمل اللي جات لهم الفرصه دي هم قدام قصه لو اتحكى بس اللي منشوره عنها هتبقى عمل من امتع واغرب الاعمال. فما بالك بقى لما يبقى الكاتب هو الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، ولما يبقى المخرج هو المخرج الذكي والمتطور جدا دكتور بيتر ميمي، ولما يبقى الممثل الرئيسي وبطل العمل هو الكاريزما كريم عبد العزيز. فبجد مفيش عندي ذره شك اننا قدام عمل المفروض بكل المقاييس انه يبقى عمل ضخم، وعمل كمان يعلم معانا لسنين جايه ونرجع نشوفه من وقت للتاني. الحشاشين مش مجرد طائفه قرر زعيمهم ان هم يتخلدوا في التاريخ بعنفهم او حيلتهم، الحشاشين معتقد وناس امنت بفكر قائد اسمه حسن الصباح، تبقى معاه بقى او ضده فما تقدرش تقول عليهم انهم كانوا مجرد فرقه اغتيالات، لا، دول كانوا اكتر رعب بكتير من مجرد اشخاص بتقتل. دول جماعه اسسوا حياه كامله في قلعه ألموت، وبقى ليهم قوانينهم اللي بتنظم معيشتهم وسلوكياتهم، واغتيالاتهم من كتر قوتها وقوة صداها بقت زي الأساطير بيتنقلها الناس ما بينهم وبيحكوها لسنين ورا سنين. ومن الكلام اللي قرأته عن المسلسل إن القائمين على مسلسل الحشاشين استعانوا في تنفيذ مشاهد الأكشن بفريق عمل المسلسل العالمي المحبوب جيم اوف ثرونز، فبصراحة دي حاجة مشجعة جدا. لكن كل الكلام اللي اتقال ده لو انتهى بان المسلسل وقت عرضه لقيته مسلسل نص كم، فبصراحة انا مش هسمي على كل صناع العمل، لان عشان تبوظ وتضيع من ايدك عمل زي ده لازم تتوفر فيه كل عناصر في الكوكب، مع كل انعدام توفيق ممكن تقابله في حياتك عشان العمل ده يبقى في النهاية عمل نص كم. فاستهدوا بالله كده وافهموا يا اساتذة انكم قدام فرصة بجد ما تتعوضش عشان تعملوا عمل غير طبيعي، عمل فعلا يعيش وتعيش معاه اساميكم. لكن لو هنربط بقى جماعه الحشاشين بالاخوان بقى والكلام برضو المتنطر حوالين المسلسل ده على النت، فانا زهقت وطهقت من الهم ده. قدم لي يا باشا قصه الحشاشين لوحدها، ولا تربطها لي بحسن ما اعرفش ايه ولا بسعديه ما اعرفش مين، كفايه وجع دماغ بقى. روح اعمل عمل فني قوي تاني زي مسلسل الجماعه كده، ناقش فيه فكر الجماعه واعمل فيهم اللي انت عاوزه. لكن الحشاشين بقصتهم التاريخيه دي فلا، ما بوظناش المسلسل الله يكرمك، لانك قدام قصه ممكن فعلا تبقى من اهم المسلسلات التاريخيه في تاريخ الدراما المصريه والعربيه، حتى لو اخترت تقدمها بالعاميه ومش بالفصحى. عاميتك المصريه مفهومه في كل مكان وفي كل شبر في الوطن العربي كله. كان هيبقى افضل طبعا لو قدمتها بالفصحى، لكن يا باشا انت اخترت العاميه فتمام، انا بدعمك. وبصراحه كده انا مرتاح جدا ان الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال هو كاتب المسلسل ده، لان عبد الرحيم كمال مش بس كاتب كويس وتاريخ اعماله الكبيره يشهد، لا، استاذ عبد الرحيم كمال كاتب له طعم خاص، بيتفنن في كتابه الشخصيات وابعادها، كتابته ليها مذاق خاص جدا. ومسلسل جزيره غمام اللي كان اخر اعماله كان فعلا عمل فني محترم وتقيل، شخصياته كانت من امتع ما يكون، والسبب كتابه كاتب كبير زي استاذ عبد الرحيم كمال. فده مطمني بشكل كبير ان المسلسل هيخرج بشكل حلو ان شاء الله، ومش هيكون في تعليق مني على كتابه سيئه لبست المسلسل ده في حيط.
بص خلينا نتكلم بصراحه، انا خايف منك انت يا بيتر يمين، مخرج شاطر وكل حاجه واتطورت جدا، لكن هتهبد فانا هطلع اهبد في وشك طول الشهر الكريم. انا بقول لك اهو. اتكلم بأدب يا ولد. اتكلم بأدب يا ولد. ده انا بابن بيه، ما تنساش نفسك يا ولد. لكن لقاء استاذ عبد الرحيم كمال في معرض الكتاب وكلامه عن المسلسل ده مطمني بشكل كبير جدا ان شاء الله احنا قدام عمل ضخم وتاريخي وكبير جدا زي ما اتمنى. وفي النهايه يا جماعه بحب اقول لكم استنوني في رمضان، علشان ان شاء الله هحاول اكون معاكم يوميا لو لقيت منكم دعم يعني، او يوم ويوم ان شاء الله، عشان احاول اغطي اكبر قدر ممكن من الاعمال الكتير والمهمه اللي هتتعرض في رمضان 2024. لايك وسبسكرايب يا جماعه عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وفي النهايه فيا ريت ما ننساش اخواتنا في دعائنا، وما ننساش كمان اللي في مقدرتنا نعمله علشانهم، وبلاش الكلام ده تحسوه ان هو مكرر، ده واجبنا تجاههم يا جماعه. قاطع وتبرع وعرف اهلك واصحابك وولادك قضيه اخواتك، وبس كده. سلام.